مافن بمقادير مظبوطة وطريقة سهلة والطعم خطير للمدارس واللانش بوكس وكمان المناسبات وأعياد الميلاد بتطلع خطيرة. هقول لكم كل تكاتها اللي هتطلعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وصفة سهلة وسريعة وطعمها يجنن، ومتأكدة هتعتمدوا الوصفة دي على طول. محضرة هنا صينية المافن بتبقى أعلى شوية من صينية الكب كيك، وهنا معايا ورق زبدة. استخدموا أي نوع ورق زبدة متوفر عندكم. هنقطعه مربعات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهجيب مقص وهاجي اقطعه بالنص زي ما انتوا شايفين من جهتين بس. هو المفروض يتقطع من 4 جهات، بس انا بفضل الطريقه دي وبتظبط معايا على طول. بعد ما هقطعه كده طبعا مش هنوصل للاخر، احطه كده وباي بقى كوبايه او اي حاجه هبدا افتحه في الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو بعد كده هيثبت معاكم، ما تقلقوش. بعد ما هقطع كل ورق الزبده هسيب الصينيه بتاعتنا على جنب، وهنا محضره 2 بيضه. مش هستخدم النهارده غير 2 بيضه. هضيف عليها اكيد فانيليا، ومهم جدا يبقى نوع الفانيليا كويس، وكمان ممكن نضيف نقطتين خل، دي نضمن ان مش هيبقى فيه اي ريحه للبيض. هضيف كوبايه مليانه من السكر، ممكن نزود لو بنحب المافن بتاعتنا حلو قوي. انا النهارده هستخدم المضرب اليدوي عادي، مش مهم خالص يبقى عندنا مضرب كهرباء. هبدا اضرب البيض مع السكر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على سرعه كده، بسرعه جامده بايدي. هفضل اضربه لحد ما لونه يبقى فاتح زي ما انتوا شايفين كده. ما استخدمتش خالص المضرب الكهرباء، وده قوامه. بعد كده هضيف عليه باقي الاضافات. انا النهارده هستخدم علبه من الزبادي العادي خالص، دي اللي انا استخدمتها وصورتها لكم كمان. هي حوالي بيبقى مكتوب عليها 150 جرام. هضيف كل علبه الزبادي، وبعد كده هضيف عليها كمان نص كوبايه من الحليب اللي هو اللبن العادي بتاعنا، وكمان هضيف عليها نص كوبايه من الزيت النباتي. انا هستخدم زيت نباتي، لو انتوا حابين تستخدموا سمنه او زبده براحتكم، بس انسب حاجه وانجح حاجه معايا هي الزيت النباتي. هبدا اضربهم بالشكل ده بايديا كويس جدا لحد ما امزج كل حاجه مع بعض، وبعد كده هنضيف المكونات الجافه. كوبايه من الدقيق. انا النهارده عشان المافن بتاعتي بالشوكولاته او بالكاكاو هحاول امزج كل المكونات مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما بضيف اول كوبايه من الدقيق بضيف كمان 3/4 كوبايه كمان، وعليهم تلت كوبايه من الكاكاو الخام. انا استخدمت كاكاو خام، بس لو عايزين تستخدموا المحلى براحتكم. معلقه من البيكنج باودر، واكيد هنضيف رشه الملح اللي بتظبط اي حاجه. وكده خلاص المكونات الجافه بتاعتنا كلها ضفناها، وكل المقادير بالظبط هكتبها لكم تحت الفيديو. بعد ما هخلص اضافه كل المكونات بتاعتي هبدا اخلط برضو بالمضرب العادي اليدوي. وطبعا اللي هيستخدم مضرب كهرباء يقدر يضرب بالمضرب الكهرباء بس على سرعه بسيطه. وبعد كده مخلطهم كويس جدا. هفضل اخلطهم، ما تقلقوش هم هياخدوا وقت شويه بس هيتخلطوا معاكم كويس لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. ده القوام بتاعها المظبوط، قوام متوسط زي ما انتوا شايفين كده. النهارده انا هضيف عليها تشوكلت شيبس. مش متوفره للتشوكلت شيبس، ممكن نضيف اي قطع شوكولاته. ممكن نجيب بار شوكولاته ونقطعه قطع صغيره ونضيفه عليها. بس انا هضيف التشوكلت شيبس. هضيف حوالي كوبايه من التشوكلت شيبس، وهسيب شويه صغيرين هوزعهم على الوش وهقلبهم كويس. وعشان نضمن ان الشوكولاته ما تتوزعش في مكان واحد بس في المافن، ممكن نضيف عليها رشه من الدقيق قبل ما نحطها على الكيك بتاعتنا. هنقلبها بالشكل ده، وبعد كده هنجيب الصينيه ونبدا نوزع الخليط. هنوزع الخليط، هو بيتوزع سهل زي ما انتوا شايفين، ما بياخدش وقت ولا مجهود، والوصفه مظبوطه جدا. وزي ما قلت لكم كل المقادير هكتبها لكم بالظبط تحت الفيديو. بعد ما هنخلص توزيع كل الخليط بتاعنا هندخلها اكيد الفرن، وهنظبط الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180. هندخلها في الرف الوسط. انا بحب اضيف صينية واسعة من تحتها عشان اضمن ان اي كيك او مافن عندي تستوي صح من غير ما تتحرق من تحت. بعد كده اخر خطوة قبل ما ادخلها الفرن اكيد هنوزع زي ما قلت لكم الشوكليت شيبس من على الوش. ضيفوا الكمية اللي تحبوها او اللي تناسبكم، وبعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 الرف وسط. هتاخد بالظبط من 30 ل 35 دقيقة. هسيبها تبرد وبعد كده هنقدمها. ممكن نعملها بالفانيليا بس والتشوكلت شيبس، وممكن نعملها من غير التشوكلت شيبس. المافن دي ممكن نخزنها في التلاجة يومين، بتطلع حلوة جدا، ونسيبها لللانش بوكس. او لو عندنا اي مناسبة او عزومة او حابين نخزنها في الفريزر، هنلفها بورق استرتش ونحطها في الفريزر ونطلعها قبل الاستعمال او الاستخدام بساعة. بتطلع حلوة جدا وطازة وطعمها خطير. جربوها ومتأكدة هتحبوها. ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة.